وكل الفيديوهات بتاعتنا اللي فاتت من مونتاج ومن تصميم صور مصغرة. ففي الفيديو ده جه الوقت المناسب ان احنا نطور من اللاب ونرفع من امكانياته شوي. اللاب هو ديل انسبايرون هارد SSD، زائد هنجيب كادي، وهو كانش لازمني اصلا من الاول، بس هو اللاب كان مواصفاته جايه كده. بارتيشن السي عشان افرق. مساء الفل، ازيك مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ طول الفترة اللي فاتت وانا بستعمل اللابتوب ده ان هو جهاز المونتاج الرئيسي للقناة، وكل الفيديوهات بتاعتنا اللي فاتت من مونتاج ومن تصميم صور مصغرة ومن شغل القناة ككل كان على الجهاز ده، وهو الجهاز الرئيسي للقناة. ففي الفيديو ده جه الوقت المناسب ان احنا نطور من اللاب ونرفع من امكانياته شوي ونزود الكفاءة بتاعته اكتر. بس الاول خلينا اقول لكم المواصفات اللي هو جاي بيها من الشركة اصلا، وبعد كده هقول لكم انا هحدث في ايه هيبقى احسن بعد كده. الاول اللاب هو ديل انسبايرون 5567، ده الموديل بتاعه والرقم بتاعه. اول حاجه البروسيسور انتل كور i7 جيل سابع، الرام 8 جيجا بايت رام 2400 ميجا هرتز او الباص بتاعها 2400، هارد ديسك HDD عادي 1 تيرا بايت. الجرافيكس كارد اللي جايه فيه واحد مدمج انتل 620 وواحد خارجي AMD راديون R7، الكاش ميموري بتاعه 4 جيجا بايت، DVD قارئ اسطوانات. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي هحدثه واغيره فيه. اول حاجه هنزودها في اللاب، نضيف له قطع رام تاني 8 جيجا بايت، بس الباص بتاعها مش 2400 لان مش موجود في السوق، هختاره 2666. ده الباص اللي ما يحصلش بينه تعارض بينه هو وال 2400 اللي راكب. يعني انا دلوقتي عندي قطعه رام 8 جيجا بايت 2400 الباص بتاعها راكب في الجهاز، عشان ما اضطرش اخلعها ارميها واجيب 2 جداد، جبت رام 8 جيجا بايت 2666 الباص بتاعها عشان ما يحصلش تعارض مع ال 2400، عشان الاثنين يشتغلوا بتناغم مع بعض. يعني بدل 8 جيجا بايت بقي 16، وده اقصى حد للرام في اللابتوب ده. يعني لو زودت عن 16 جيجا بايت مش هيستعملها اصلا، مش هيستعمل غير ال 16 بس. وهنضيف له هارد SSD 240 جيجا بايت من سانديسك. الهارد ده هيبقى للنظام وللبرامج تثبت عليه عشان تبقى فتح النظام اسرع وفتح البرامج معاك اسرع. زائد هنجيب كادي نبدله بدل السي دي روم، نشيل السي دي روم خالص، محدش بيجي بيستعمله، او انا حاليا ما بقتش بستعمل الاسطوانات ومش لازمني، وهو كانش لازمني اصلا من الاول، بس هو اللاب كان مواصفاته جايه كده. فالكادي هحط فيه الهارد القديم ال HDD هحطه فيه واحطه مكان السي دي روم، يبقى للتخزين كله الواحد تيرا، وال 240 جيجا الجداد هيبقى البارتيشن السي عشان افرد عليه النظام والبرامج. طبعا ده اللاب بتاعنا هنبدا نفكه ونركب القطع الجديده فيه عشان نعمل له الابجريد بقى. اول حاجه ده الكادي اللي هيحل محل السي دي روم، ده DVD درايف، ودي الرام الجديد. طبعا كل اللي هتعوزه مفك صليبه عشان نفك بيه المسامير بتاعت اللاب. فيلا بينا نبدا. خلي دول على جنب دلوقتي، نقلب اللاب كده، ويفضل تبقى حاطط اللاب على حاجه طريه عشان ظهره ما يتخربش او يتجربح انت وبتفك فيه. اول حاجه هنفك المسمار ده والمسمار ده وده هما اللي ماسكين DVD عشان نطلعوه من بره، عشان في تحتيه مسامير تاني. نبدا نفك دول الاول. فك المسمار التاني كده، نبدا نفكه كويس لحد ما يطلع كده. لو ما تفكش اقلبه كده وخبط عليه لحد ما يطلع المسمار معاه. لو ما طلعش حاول تحط صبع ضفرك تحتيه وتفك فيه كده لغايه يطلع المسمار معاه بالشكل ده. واعزل المسمارين دول عن باقي المسامير لان المسامير دي حجمها اصغر من باقي المسامير بتاعت اللاب. اسحب بعد كده DVD بالشكل ده كده، طلع اهو كده كله. ودي قطعة الحلية اللي من بره اللي بتكمل الشكل، برضه هنخلعها عشان نركبها في الكادي. هنركن دول على جنب دلوقتي لحد ما نخلص فك البل. بعد كده هتفك المسامير كلها، وتخلي بالك ان تحت DVD في 3 مسامير هنا. 3 مسامير دول لازم تفكهم طبعا لان ماسكين برضه الظهر البلاستيك يعني في اللاب نفسه. دول يعني مسامير ضعيفة فبالراحة عليهم برضه انت وبتفكهم لان ضعيفة وصغيرين خالص. يعني برضو تعزل ال3 مسامير دول لانهم ضعاف وصغيرين وما لهمش غير المكان ده، فتعزلهم على جنب تعرفهم ان دول اللي تحت DVD او اللي تحت قارئ الاسطوانات، يعني خليهم على جنب. بعد كده باقي المسامير بتاعت الظهر كلها مستوى واحد او كلهم حجم واحد، فنفكهم كلهم ونبدا نشتغل بقى. نبدا كده نفك بالواحد بس، دول اعزل الصغيرين على جنب. طبعا المسامير دول كلهم مستوى واحد يعني حجم واحد، ما فيهمش طويل وقصير، فعادي لو اتغيرت اماكنهم مش مشكله يعني مش هيعملوا حاجه. يا ريت تستعمل مفك ممغنط عشان مفك الممغنط هيريحك انت في الشغل، بحيث يعني بعد ما تخلص فك
يسحب لك المسمار من تحت، لان هو غاطس لتحت فانت مش هتعرف تسحبه بايدك يعني. كده خلصنا فك المسامير بتاعتنا كلها، فنحط المسامير بس على جنب عشان ما تضيعش، وبعد كده نبدأ نفتح اللاب. نفتح بقى اللاب كأننا هنشغله عادي، بس احنا مش هنشغله. احنا هنيجي هنا عندي الجنب ده هنا اللي طلع منه اصلا الدي في دي، عشان ده اكتر مكان هتعرف تفك منه او اصغر مكان تقدر. ونبدأ نحط حاجة كده او بايدنا كده لو نقدر، نبدأ نفك الكليبسات بس بالراحة. انت بتفك الكليبسات عشان ما تتخلعش او ما تتكسرش، اسف. خلي بالك انت بتفك بالراحة بقى بشويش، لان دي كلها داخلة كبس، فبالراحة. لربما هو مدام فتح جزء كده هبدأ امشي عليه واحدة واحدة لغاية ما افتح كله. هنقومه تاني على ظهره كده او على وشه، اسف. افك كده، ارفع كده الظهر بتاعه طلع اهو. ده ظهر اللاب، وده شكل اللاب بقى من جوه. طبعا ده المكان الفاضي الكبير ده مكان البطارية. طبعا انا البطارية عندي باظت واتنفخت وما لقيتهاش موجودة في السوق، فشلتها ورميتها يعني، بدل ما تنفجر مثلا وتضر اللاب او تبوظ قطع من جوه فشلتها يعني. فان هي كسرت الرجلين بتاعتها. هنبدأ نشيل الاول الهارد ديسك، نطلعه، نحط بداله الهارد الاس اس دي الجديد. فاولا خلي بالك الشريحة دي اللي معدية فوقيه اللي هي بتاعت اليو اس بي والاس دي كارد اللي هم في الجنب دول، فخلي بالك يعني. الاول شايفين هنا دي الشريحة بتاعتهم اهي، اللي موصلة اليو اس بي ده والاس دي كارد بالبوردة. فنحاول بشويش كده نرفع الجزء الاسود ده لفوق، ضفرك كده او بحاجة رفيعة ترفعه زي كده لفوق وتسحب دي لبره كده، فصل. ونفس الفكرة في بتاعة الهارد ديسك، الشريحة الصغيرة دي بتاعته هو، هنرفع دي برضو لفوق كده زي ما هي كده اترفعت لفوق، نشدها لبره كده اتفك. ننزله كده بقى، نجيب المفك بتاعنا بالراحة كده. في 3 مسامير هم ماسكين الهارد في القاعدة نفسها او في الجسم نفسه، هنفكهم كده. برضو المسامير دي اعزلها لان دي مسامير وحديها، وفي نفس الوقت حجمهم اصغر من باقي المسامير بتاعه الغطاء. طبعا اللاب بقاله فتره ما تفكش من ساعه ما جه تقريبا، ما فكتوش فعايز يتنضف. بعد ما فكنا المسامير اللي ماسكه الهارد ديسك في الجهاز نفسه، هبدا كده ارفع الهارد ديسك بتاعي. وده الهارد ديسك القديم اللي احنا هنخليه بدل السي دي روم يركب هنا بالكادي عشان يبقى ده وحده التخزين الاساسيه بتاعي. طبعا هفك ال4 مسامير بتوعه دول اللي ماسكينه مع الكفر. برضو المسامير دي صغيره خالص، فخلي بالك اهم حاجه ترتيب المسامير، لان المسامير فيها كبير وصغير. نبدأ نشيل بقى الغطا ده او القاعدة بتاعته اللي بتثبته، طلعها كده وهنركب فيها الهارد الاس اس دي بعد شوية. خلي بالك بقى في تطليعة الجزء دي او القطعة دي، لان القطعة بتاعت اللاب بتبقى حساسة اكتر من البي سي الكبير. يعني بشويش كده ابدأ اسحب من كل جنب شوية لغاية ما تطلع معاك كده بالطريقة دي، لغاية ما تطلع معانا بالطريقة دي الوصلة وحديها. هنركب بقى الهارد الاتش دي دي ده على جنب، نجيب الهارد الاس اس دي بتاعنا ونركب بقى القطعة دي فيه اللي هي بتنقل المعلومات بينه وبين البوردة. هنا هتلاقي جزء صغير وجزء كبير، وهنا هتلاقي جزء كبير وجزء صغير، فحاول تركبهم على بعض. وهي اصلا لو اتقلبت مش هتركب، تركبها كده بشويش كده تمام. نجيب بقى الكفر بتاعه ده بتاع الهارد القديم، نحط فيه الهارد الجديد برضو بشويش انت وبتركب، لان القطعه دي حساسه زي ما قلت. نبدا بقى نجيب المسامير الصغيرين بتوع اللي كانوا ماسكين الهارد الاولاني، نربط بيهم الهارد الجديد الاس اس دي ده. كده خلصنا تثبيت الاس اس دي الجديد في القاعده والتوصيله بتاعته. هنرجعه مكان الهارد القديم كده، هنثبته بالمسامير زي ما كان برضو.
كده خلصنا، ثبتنا الهارد الاس اس دي جديد في مكان. نبدا بقى نركب في القطع التوصيلات زي ما فكنا. همسك الهارد دي بتاعت الهارد دي وادخلها كده لجوه بشويش وبالراحه عشان الحاجات دي حساسه خالص الشكل ده. بعد ما اتاكدت انها دخلت لجوه خالص اقفل القفل الابيض ده عليها لتحت عشان تثبت مكانها، ونفس الكلام في التاني. والقفل القفل افتحه وامسك دي ركبها برضو الطريقه كده، بس تزقها لجوه كويس، اتاكد انها ركبت واقفل القفل عليها كده. الوصلات ركبت زي ما كان. طبعا شايفين ان اللاب فيه كميه تراب كتيره مش قليله، وده بسبب الركنه او مش الركنه، انا بستعمله بس ما فكيتوش قبل كده. اول حاجه هعملها بس هطلع الرام دي عشان انظف حتى الاماكن بتاعت الرام عشان يبقى راكب على النظافه، لان التراب برضو بيقلل من الكفاءه بتاعته. زائد خلي بالك المروحه دي بتاعت التبريد انت وبتنظفها من التراب ثبتها ما تخليهاش تلف، لان دي عباره عن موتور ضعيف صغير، لو عمل اوفر سبين او لف زياده عن عدد اللفات بتاعته الاقصى ممكن تتحرق لا قدر الله. فثبتها ونظفها انت ومثبت. الرام هنفكوها ازاي بقى؟ في قطع الحديد دي اللي في الجنب هشدها كده لبره، شد الناحيه الثانيه كده لبره تلاقيها اترفعت كده لفوق، تروح ساحبها. هنضفه بقى من التراب ده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما نضفته من التراب اللي كان فيه. نبدا بقى نركب الرام القديم والرام الجديد قطعتين عشان يبقوا 16 جيجا بدل 8. ارفع كده بس عشان اوريكم. بصوا كده هنا في حته بلاستيك هنا، وهنا في حته مقطوعه في النص، تخليهم قبل بعض. هتركبها بزاويه كده لفوق وتدوس عليها للاخر، تروح منزلها لحد ما تسمع التكه دي يبقى كده ركبت. نركب الرام الثانيه نفس الفكره برضو بزاويه كده، الزاويه الناحيه دي اكبر شويه من الناحيه الثانيه، وتدوس عليها لتحت لحد ما تسمع التكه دي يبقى كده ركبنا قطعتين رام بدل واحده، بقي 16 جيجا بايت رام وهارد اس اس دي للنظام وللبرامج. هنقفل بقى ده كله ونروح بقى للهارد ونركبه في الكادي ونركبه هنا، بس بعد ما نركب الكفر ونربطه بقى. هبدا اجيب الكفر كده احطه عليه وافتح اللاب كده من الشاشه عن الزراير وابدا امشي عليه، ادوس عليه بالواحده كده. نركب ورا الاول وابدا امشي عليه بالواحده عشان كل الكليبسات تركب مكانها تاني واحده كده وبشويش بالراحه عشان الكليبسات ما يحصل لهمش حاجه. كده الكليبسات كلها ركبت والغطا كله ركب مكانه تاني زي ما كان. بعد ما ركبنا القطعه بتاعتي هبدا بقى اركب المسامير تاني، اربط الغطا كله، وبعد كده هنعمل الهارد القديم. هنركب الهارد القديم في الكادي ونحطه مكان السيدرو. نبدا بالصغيرين دول خالص اللي تعبونا. لو واحد عكسك وما رضيش يركب غير مكانه، ممكن يكون هو مطبع على مكان اصلا، يعني ده غيرت مكانه وركب على طول. ممكن بدل المكان ورا او قدام مع الاماكن بتوع اخواته لحد ما يركب معه. بص دول ركبوا بسهوله على طول. مكان الاولاني هنا ما كانش راضي، بدلهم لحد ما يركبوا مع بعض. نمسكه حاول عليه يرد كده، هو مش راكب صح، ما ركبش كويس. ممكن نفك ده خالص، نفك واحد نجيب واحد من اخواته. هنا ركب ده على طول زي ما قلت لكم، بدلهم تلاقيهم اشتغلوا كده. المسامير الصغيرين الثلاثه ركبوا، تطمن ان هم مش بارزين لبره عشان ما يعوقوش دخول الكاد اللي احنا هنركب. طبعا المسمارين الصغيرين دول اللي عازلينهم على جنب دول بتوع اللي بيمسكوا الدي في دي بتاع الاسطوانات مكانه، فطبعا دول هيمسكوا الكادي بالهارد الجديد. خليهم دلوقتي على جنب. نمسك بقى نركب المسامير كلها اللي فكناها نربطها تاني زي ما كانت. وعلى فكرة هنا بيبقى في مسمار، بس عندنا عشان البطارية اتنفخت فكسرت القاعدة بتاعته، فما بيجي ما فيش هنا مسمار. بس انت في لابك اكيد هيبقى في مسمار هنا، فلازم تفكه. شيك قبل ما تبدأ تفك عشان ما تكسرش القواعد، شيك على المسامير كلها ان تفك. طبعا بعد ما نركب طبعا الهارد الجديد والرام الجديد والدنيا دي ممكن يتعبك شويه في التشغيل عشان لسه البايوس بيتعرف على القطع الجديده، لكن ما تقلقش من حاجه. لو ما اشتغلتش يبقى ممكن يكون في مشكله مثلا لا قدر الله في قطعه مثلا او حاجه، بس يعني ما تشغلش بالك. الاول مثلا اول مره 2 ما يرضاش يشتغل اللاب، او يعني يظهر لك شاشه كده ويقف عليها، فما تقلقش هيشتغل برضه في الاخر. زائد خلي بالك ان دلوقتي الهارد الجديد مع لهوش ويندوز عشان يفتح، فطبعا اول ما تفتح جديد لازم تعمل بارتيشن بقى
للاس اس دي. طبعا الاس اس دي ما ينفعش يتقسم بارتيشنات، بيتعمل كله بارتيشن واحد، فانت طبعا هتعمله كله بارتيشن واحد. دول 240 جيجا يعني، طبعا حلوين للسي بارتيشن، يعني انت مش هتعوز حاجه زياده عن كده، انت يا دوب هتفرد الويندوز بتاعك والبرامج عليه بس، مش كده. خلصنا تربيط المسامير بتاعت الظهر كله. نبدا نجيب بقى الكادي ونجيب السي دي روم او الدي في دي القديم عشان هناخد منه قطعه مهمه. شايفين الديل ده، الجزء دي، القطعه دي هي اللي بيتربط فيها المسمار هنا، فتثبت الدي في دي مكانه بحيث لو تتحرك باللاب او حاجه ما يطلعش ويقع منه. فدي لازم نفكها وننقلها في الظهر هنا. ده الدي في دي اللي تحت وده الكادي اللي فوق. هنفك القطعه دي وننقلها في المسمارين دول عشان تمسك الكادي بالهارد الجديد في مكان المسمار هو. في ناس بتنساها لما تركب الكادي، هو عادي ممكن ما يحصلش مشاكل ولا حاجه، بس لا قدر الله انت بتتحرك ممكن الوصله مثلا تفلت، هيبقى ماسك على الوصلات بس تفلت ويقع منك الهارد مثلا، او غير كده ممكن اهتزاز مثلا في الوصلات يخلي لك الهارد مثلا يتحرق. فليه؟ انا يا دوب حته بسيطه هنقولها وخلاص. فك المسمارين بتوعها كده، انا هبعد لكم اللي وخلص بس المسمار. فك المسمار الثاني كده، فك المسمار الثاني بالشكل ده، وادي قطعه طلعت كده. الدي في دي القديم او بتاع الاسطوانات مش محتاجينه في حاجه تانية. همسك بقى الكادي، همسكه مقلوب كده بالشكل ده، واركب دي مقلوبه كده، يبقى الناحيه الكبيره دي على الظهر مش على الوش، وابدا اربط المسامير بتاعتها تاني. ظبط مكان المسامير كده وابدا اربطها بقى بالشكل بحيث تبقى الديل بتاعها بالمنظر ده كده، بحيث لما تركب هي بتركب مقلوبه كده، فالديل ده هيربط مع المسمار ده في جسم اللاب عشان ما يطلعش منه. حط دقيق كده، والكادي بيجي معاه 4 مسامير زي كده. هقول لكم ايه عايزتهم دلوقتي. حطهم على جنب، نمسك الهارد القديم والكادي نمسكهم معدولين كده. حط الهارد بالشكل ده كده الوصلات قبل بعضيها بس ما ركبتش لسه، ابدا ازقه للاخر كده لغايه ما اضمن انها ركبت للاخر كده، واقلبه من تحت. هتلاقي مكان مسامير في الهارد ديسك بانت، دي بقى هنربط فيها ال4 مسامير اللي جايين مع الكادي عشان نثبت الهارد ديسك والكادي يبقوا قطعه واحده، ما يحصلش فيهم اهتزازات، بحيث الوصلات بتاعتنا تفضل ثابته في مكانها. جيبهم بقى، دي فايده المفك الممغنط، ما تعبكش قوي، انسحب الاثنين سوا، ما عايز واحد. أكد بس على المسامير آخر مرة عشان أضمن إن الهارد ثبت في مكانه ما يتحركش بس. وكده الهارد والكادي بقيوا قطعة واحدة وهيركبوا مكان الدي في دي. هركبه بقى كده. أنا عايز بس أرفع لكم اللاب، خلوا بالكم مثلا هنا الفتحة دي هتظهر الرجل بتاعته لما تدخل اللي احنا ركبناها، شفتوها اتحركت. بعد كده هنربط المسمارين الصغيرين دول اللي احنا شايلينهم على جنب من بدري، مسمار هنا عشان يمسك مكانه مكان الدي في دي، نطمن ان هو ثبت. مسمار التاني هنا بالشكل ده، وللحلية مش اكتر كده بيجي منظره مش حلو اللاب ان هو في جزء ناقص. فهناخد القطعة البلاستيك اللي طلعت من الدي في دي اللي هي فيها الزرار، اللي فيها الزرار واللمبة بتاعت الدي في دي، نحطها مكانها هنا كده. تمسك في الكادي بس مش بتمسك كويس، يعني لو شدتها هتطلع، هي بس للمنظر مش اكتر. وبكده نكون حدثنا جهاز المونتاج الرئيسي للقناة. انا وريتكم طريقة الفك والتركيب، بس كل واحد مسؤول عن اللي بيعمله عشان اخلي مسؤوليتي من لو حصلت حاجة معاه. لو ما بتعرفش تتعامل مع الحاجات دي او القطع الحساسة دي، يا ريت توديها لحد مختص يركبهم لك. ولينكات شراء القطع دي اللي استعملناها في التحديث بتاع اللاب هتلاقيهم في وصف الفيديو. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.